السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم علي أحمد جيمنج، وبعد غياب دام شهر كامل يا جماعة والله العظيم انتوا يعني بصوا انتوا وحشوني جدا. انا مش عارف اعمل لك ايه. طب انزل دلوقتي اضغط لايك وشير وسبسكرايب علشان الحلقة دي مميزة جدا دي يا جماعة. ان شاء الله يعني مش هتكون حلقة العاب. انا نزلت ستوري على الانستجرام، قلت لهم ان هم يكتبوا لي اسئلة وانا هجاوب عليها في الفيديو ده بكل صدق وامانه. طبعا يا جماعه، انا نزلت الستوري دي عندي في الاكونتين بتوعي، الاكونت الاساسي والاكونت الجيمنج بتوعي. هحطهم لكم تحت في الديسكربشن. ما تنسوش تعملوا فولو للاكونتين. طبعا ما تنساش تضغط لايك وشير وسبسكرايب للفيديو ده علشان يا جماعه احنا عايزين نوصل بقى كده لعدد كبير من التفاعل. انا والله العظيم مش عارف اعمل ايه الصراحه. بس ما علينا. انا الصراحه يعني كده جمعت يعني حبه اسئله كويسه يعني كده نقدر نجاوب عليهم ان شاء الله. ويلا بينا على اول سؤال. اول سؤال بيقول لي انت بتقعد قد ايه علشان تمنتج الفيديو؟ بص، هو على حسب. تمام. اللي هو ايه يعني، مثلا لو اللعبه صغيره هياخد معايا مثلا قول يا عم ساعه ونص، تمام، او ساعتين بكتير قوي. ولكن لو اللعبه كبيره زي مثلا سلسله ريزيدنت ايفل 3 اللي احنا ختمناها ولا انا عارفكم بيها الصراحه يعني، آم، يعني بتاخد مثلا قول 3 ساعات. يا بص، من ساعتين ل3 ساعات، فاهم؟ اللي هو انا بموت، فاهمني؟ بس ان شاء الله يعني كده انا اصلا بدور على ناس بيفهموا في المونتاج والكلام ده، علشان ان شاء الله يشتغلوا معايا وبراتب يعني. تمام. انتقل للسؤال التاني. بيقول هنا، هو انت بتصور بالموبايل ولا عندك كاميرا؟ لا، انا حاليا بصور بالموبايل بتاعي. الموبايل بتاعي حاليا هو كاميرته حلوه وكل حاجه. بس ان شاء الله يعني كده انا ناوي اجيب كاميرا لما الميزانيه تتحسن، علشان ان شاء الله يعني هو مفيش ميزانيه اصلا. تمام. فايه اللي هو اللي هو ماشي معايا الدنيا. ما علينا. والله يا ماما وحشتوني، مش عارف اقول لكم ايه. تمام. ننتقل لتالت سؤال. السؤال التالت هنا بيقول يا جماعة، ايه اللي خلاك تبدأ تعمل فيديوهات وهو انت كنت حابب المجال ده؟ انا الصراحة انا كنت حابب المجال ده من وانا صغير جدا. واللي خلاني أبدأ المجال ده ليه؟ لان انا آه اصلا انا بحب السوشيال ميديا جدا. يعني يعتبر انا اتربيت على الفيديوهات بتاعت يوتيوبرز بتوع زمان، زي مثلا شايل سرور مثلا كده. زي مثلا انا مثلا الاعلى في اليوتيوب هو ابو فله مثلا. انا كنت واخده مثلا اللي هو قدوه ليا في المجال ده. فانا جيت للمجال ده بمزاجي، وانا الصراحه انا حابب المجال ده. ننتقل للسؤال. والله يا جماعه مش عارف السؤال الكام، بس ما علينا. هو هنا بيقول لي هو انت فعلا بتاخد فلوس من اليوتيوب؟ الاجابه الصادمه لا. ليه؟ لان اليوتيوب اولا انا لسه قناتي صغيره. تمام. فايه اليوتيوب هو عامل لك ليميت او للمتابعين عندك. تمام. ان هو ايه، ان هو انت توصل عدد معين من السبسكرايبرز، اوكي، وتوصل لعدد مشاهدات معين. يعني مثلا يعني مثلا في ريلز مثلا اللي هي بتاعت اليوتيوب انت محتاج مثلا توصل 4 مليون مشاهده. تمام. وده الصراحه يعني كده هو بالنسبه لي رقم كبير جدا يا جماعه. والصراحه يعني كده هو يعني انا وقفت فتره علشان يعني كده شويه ظروف. بس ان شاء الله يعني كده احنا راجعين بقوه ان شاء الله. ننتقل للسؤال التاني. بيقول هنا، انت ناوي تكمل في اليوتيوب بجد ولا مجرد تجربة؟ لا، انا ناوي اكمل في اليوتيوب ان شاء الله. ليه؟ لان انا حبيت المجال ده. زي ما انا قلت لكم انا حبيت المجال ده من صغري. وان شاء الله هو مش هيبقى تجربة خالص. تمام. يعني ان شاء الله بعد الكلية انا هكمل فيه. يعني مثلا هيبقى دراسة، وهيبقى المجال اللي انا بحبه. تمام. ننتقل للسؤال التاني. لو الناس طلبت منك تعمل نوع محتوى مختلف، توافق ولا تكمل في الألعاب؟ هختار اللي الناس عايزاه. ليه؟ لأن مثلا أنا مثلا بعمل محتوى هو مش عاجبهم، أو محتوى مثلا منتشر بين الناس فهم متعودين عليه. فاكشلي أنا هعمل المحتوى اللي الناس بتطلبه. تمام. فلو انتوا حابين المحتوى اللي انا بعمله قولوا لي تحت في الكومنتات، ولو حابين اغيره قولوا لي برضه تحت في الكومنتات. تيجي للسؤال التاني. اكتر حاجة بتخاف منها وانت بتبدأ اي فيديو؟ اول حاجة انا بخاف من حاجة واحدة، اللي هو ايه؟ يعني مثلا انا اللاب اللي عندي تمام هو امكانياته مش اللي هي تمام. اللي هو انا بشغل اللعبة
على اقل رسومات. اوكي. فايه فاحيانا لما باجي مثلا اسجل فيديو، بسجل فيديو خالص ولكن الصوت مش بيطلع بالجودة او مش بيطلع اصلا، تمام. فانا بقى كده بحتاج ادخل مثلا البرنامج اللي انا بمنتج عليه، تمام، وبحط صوت من عندي تاني، يعني مثلا بعيد الفيديو تاني ومش عارف وحوارات كده. فدي اكتر حاجة انا الصراحة بخاف منها في يعني ان انا ابدا اي فيديو، تمام. في هنا واحد بيقول لي هو حد بيساعدك في المونتاج ولا انت بتعمله لوحدك؟ انا بعمله لوحدي على العموم، تمام. ولكن انا زي ما انا قلت لكم ان انا بدور على واحد بيفهم في المونتاج والكلام ده، تمام. بس في هنا سؤال كمان بيقول هنا انت بتعمل المحتوى ده علشان الشهرة ولا علشان بتحبه؟ طبعا انا بعمل المجال ده علشان انا بحبه وفي نفس الوقت شهرة، يعني تمام. اللي هو يعني كده مش يعني مش هنخسر حاجة، تمام. اللي هو بس لو كان عشان اي حاجة، فاهمني. فانا يا جماعه انا بحب المحتوى ده جدا وبحب اليوتيوب جدا، ومستحيل ان انا اتخلى عنه الصراحه. يا جماعه الفتره اللي انا وقفت فيها الصراحه انا كنت يعني بصوا انا كنت محبط جدا جدا جدا، تمام. اللي هي كانت فتره دراسه وكانت فتره احباط في نفس الوقت، تمام. فايه اللي هو كان في ميكس غريب كده، انت واخد بالك. فبس انا ان شاء الله يعني كده ناوي ان انا اكمل في الموضوع ده. والله يا جماعه انا يعني كده نفسي ان انا مش هقطع عنكم يعني كده الفيديوهات فتره طويله جدا. ليه؟ لان انا بحب الاستمراريه ومش عايز اوقف، تمام. ولكن بيجيلي شويه احباط يعني كده، فاهم. اللي هو مفيش يعني سبسكرايبرز خالص، ولا في اي مشاهدات، ولا في اي حاجه، ولا في اي نيله، فاهم. اللي هو الواحد بيتعب في الاخر مش بيلاقي نتيجه، انت واخد بالك. ما علينا يا جماعه. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم او لو السلسله دي عجبتكم، سلسله اسئلتكم، تكتبوا تحت في الكومنتات. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو علشان نوصل 100 متابع في اسرع وقت. وهتوحشوني جدا يا جماعه. أنا مش عارف اصلا انا هبدا فيديوهات امتى، بس عادي يعني عشان بس فتره الدراسه والله مش اكتر. فما تنسوش قبل ما تخرجوا من المقطع تصلوا على النبي وتضغطوا لايك وشير وسبسكرايب. والسلام يا جماعه.